السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل محشي. احنا قبل كده عملنا معاكم خطة المحشي. النهاردة هنحشي فلفل. ادي الفلفل الأخضر جبناه ونضفناه. دلوقتي هناخده واحدة اهي ونحشوها. وجايبين الصينية اهي حاطين فيها العروق بتاعت الخضرة. هنعمل الكمية كلها ونرصها جنب بعض. نحشي الفلفل بس منملاهوش للآخر عشان هيزيد الرز بيزيد. وده الفلفل بعد ما حشيناه كله ورصيناه في الصينيه وحطينا له شويه ميه زي ما انتم شايفين. هولع عليه دلوقتي ولما يستوي هتشوفوا معانا في مرحله السوا. ده شكل الفلفل بعد ما استوى معانا، زاد حجمه زي ما احنا شايفين معانا. الفلفلايه اتملت على اخرها. ودلوقتي هنعمل محشي الكرنب. الخلطه معانا اهي، وادي الورق مقطعينه صغير خالص. انا بحبه صغير كده بس ماما بتحبه كبير، بس احنا بنعمله عشان احنا بنحبه صغير كلنا صغير. شايفين اللفه ازاي؟ وان شاء الله هيعجبكم. وادي الورقه التانية اهي. ما اقولكوش انا بعمله تحفه. هكمل الحل الكرنب بعد ما عملناه في الحله غطينا عليه، يدوبك تغطي عليه بس ميه وهنسويه. وده شكل المحشي بعد ما برد. ادي الفلفل وادي الكرنب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.